يا رب العالمين الحمد لله. اهم حاجه اللي احنا كنا نكسب بغض النظر عن مين اللي يجيب الجون، بس انا كان نفسي النهارده الكره اللي في العارضه دي تخش، بس ان شاء الله في المره الجايه ان شاء الله. كنت محتاج دفعه معنويه يا كابتن ايه؟ والله هو يمكن الجون اللي انا جبته في الكويت الحمد لله فتح نفسي شويه، بس والنهارده كانت تكمل طبعا، بس احمد ربنا وان شاء الله المره الجايه تخش ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحمد ربنا على الاداء وعلى النتيجه. مش مهم مين اللي ينقذ الجون او كده، المهم النادي الاهلي يكسب. اي حد يجيب جون، اي حد ينقذ جون، كلنا فرقه واحده، كلنا تيم واحد، بنلعب على الثلاث نقط في المرحله دي، وربنا يكرمنا الفتره الجايه ان شاء الله. احمد، عايز اقول لك بامانه جمهور النادي الاهلي حس ان انت بدات تنضج الى حد كبير جدا، وبداوا يحسوا بالامان في وجودك. انت شغال كويس مع الكابتن ناجي، مركز في الفتره الاخيره؟ طبعا الحمد لله. كابتن ناجي مش مصر في حاجه خالص، تعبان معانا جدا، مسخر كل جهده في لينا كحراس مرمى. الحمد لله، يعني الحمد لله الشغل باين للناس، الحمد لله شغل كابتن ناجي انا بشكره، وان شاء الله بوعده بالاحسن كمان ان شاء الله. متضايق ولكن التزمت بالقرار، يعني انا ما حبيتش طبعا ان انا اعلق، رغم اني طبعا مش عايز اقول خطا او مش خطا، لاني انا يمكن كوره اوف سايد طبيعي ان هي ترجع تتلعب من مكانها، فانا برجع الكوره مكانها. انا ما اعرفش الحكم يعني لقيته مستعجل مره واحده وجاي كده متحمس، مش عايز اعلق التحكيم، هو القرار اتاخد وخلاص وانا التزمت بيه وطلعت. انما هي الفكره كلها كوره اوف سايد من ورا خالص، فانا برجعها ليه؟ انا مش فاهم ايه السبب. او الانذار الاولاني لعيب، هو انا شايف ان هو ضحك على الحكم فيها، لان الكوره طولت وبعد كده هو رامي، يعني هو حط رجليه في جسمي عشان ضحك على الحكم فيها. انما هو في النهايه الحمد لله ان احنا كسبنا المباراه، وده المهم بالنسبه لنا. الحمد لله. اهم ما في المباراه الفوز طبعا، 3 نقاط في ظل المنافسه اللي موجوده، لكن كان ممكن الاداء يبقى احسن من كده، كان ممكن الاهداف تبقى اكتر من كده. تعرف يا ابراهيم ان المباريات الاخيره في المرحله الاخيره في ظل التنافس اللي موجود حاليا بتبقى في بدايتها صعبه، في بدايتها في عصبيه، في تنشنه، في مس باص كتير، ما بيتحلش غير بهدف، ما بيتحلش اكتر او بيتسهل اكتر المباراه غير بفرق هدفين. في اللحظه اللي احنا بدأنا فيها بعد جول سيد معوض يبقى في فرق هدفين، اكيد هيبقى في اندفاع في فرقه بتروجيت، اكيد هيبقى في مساحات ممكن نستغلها، نستغل السرعه اللي عندنا لبركات، لجده، لاحمد حسن. التغييرات ممكن تبقى مختلفه. جاء طرد احمد حسن، الحمد لله على النتيجه، والحمد لله رب العالمين ان اللعيبه قدرت تحافظ لحد اخر ثانيه. كابتن سيد، هل في فكر جديد النهارده؟ بنشوف اللي بيحرز الاهداف سيد معوض من العمق، احمد فتحي هو اللي بيسجل، هل في فكر جديد للقادمين من الخلف، تدعيم بشكل مختلف بقى كابتن سيد؟ اي حد يحرز اهداف المهم نفوز.